قال ابن الحميدي عندي اخبار مستعجلة، يا احباب اهدأوا واسمعوا، لا فوضى ولا في جدال. اخبار الجنوب انفصل، طيب وانهي المشكلة، احنا اخوان في منطقة بالوحدة وبالانفصال. موطننا شبيه الجسد واحنا دم في داخله، لو يمرض يصاب الجميع بالحمى وداء العضال. اسأل حوف واسأل تعز، وابيا نسأل ساحله عن تاريخ أرض اليمن، بتسمع جواب السؤال. هي أرضي وهي مهجتي واحنا نساب متأصلة، ذو ريدان في الحضرموت جدي وابن عمي أزال. من يسمح ببيع النسب ما له أصل من داخله، أنسب التبع بعدها بشمر بن يهرعش مثال. احنا شعب منذ الأزل من همدان بوائله، حتى اليوم واحنا يمان لن نقطع حبال الوصال. لو ما بيننا نختلف بن عمي وبحتاج له، بقتل معاه العدو وافدي بالكبد والطحال. يا وشي عليك الغضب مالك بابن عمي صلة، مهما صار بنجتمع في بيحانة أو في الطيا. واختمها صلاة على النبي وادعي ربنا واسأله أن يحفظ بلاد اليمن من شر الفتن والضلال، من شر الفتن والضلال. طالبي مرحبا قول النخبة العاقلة، وأهل الفكر وأهل الأدب يا حيا فصيح المقال. قول ابن الحميدي درر قال الكلمة الفاصلة، مهما نختلف نتفق في أشياء وهي راس مال. ما بنختلف بالنسب والتاريخ لا معضلة، والترتيب اللي وضعنا سنة بعد ضم واعتقال. حتى النوب حين اختلف في جبحة مع العائلة، يخرج خارج المملكة يبني له مكان وحلال. واحنا بعد فترة زمن مرت في سنين أولى، صار اليأس ضعف الرجاء لا يمكن يزول العطل. كله من غثى خالتي ذي ما تعجنه تاكله، والأيتام يتضوروا والشبان أم الحلال. أحكم القضاء والقدر قدرة نازلة نازلة، يا رب ارحم اللي رحل واشفي الجرح يا ذا الكمال. وهنا الطريق السوي لما توصل القافلة، بعد أحمالها الجائرة ذي سفت ظهور الجمال. واختمها صلاة ما قروا في الأحقاف والزلزلة، عالمختار سيد البشر ما كبر وأذن بلا، عالمختار سيد البشر